السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفنان محمد رؤوف قائلا: حياتي تغيرت جذريا في 26 عاما. قال: لقد تغيرت حياتي بشكل كامل بعد وفاة زوجتي زيزي، حيث أصبحت أنظر للحياة بشكل مختلف تماما. فمثلا أقلعت عن شرب الخمر، فطيلة تلك الفترة كنت لا أهتم بسبب الحياة والسهر، ولكن مع وفاتها رأيت حياة جديدة مختلفة، بدأت أفكر في الموت وأن الإنسان سيعود، إنه لا إله في يوم من الأيام في أي وقت. فبدأت التحضير ليوم مقابلتي لله، وأتذكر في ذلك الوقت أن ابني الصغير رامي ذو ال10 سنوات هو الذي بدأ يصطحبني للجامع، وهو مع مرور الوقت أصبحت أحب الذهاب للمسجد. تابع: منذ عام 1994 أصبحت المؤذن الرسمي لصلاة الفجر، ولمدة 26 عاما لم يتغيب عن الأذان في الفجر وصلاة الجمعة. كما أنني طيلة تلك الفترة أختتم القرآن كل 5 أيام، لدرجة أنني أختتم القرآن في العام 71 مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.